واسمه دايونج، وكان عنده مباراة مهمة جدا علشان يمكن يتم اختياره للعب مع المحترفين. لكن قبل المباراة شاف حبيبته داجونج جاية ناحيته زعلانة، فسألها مالك؟ قالت له مفيش. فقال لها لا لازم أعرف، لكن هي برضو قالت له مفيش. يا بنتي يهديكي يرضيكي، قالت له مفيش. وفي الآخر قالت له إنها حامل منه وسابته ومشيت. فهو لما بدأ لعب فضل يفكر فيها وساب مستقبله وراح وراها علشان يصلح غلطته. فهي قالت له انت هتضحي عشاني يا سيدا يونغ؟ فهو قال لها طبعا انت هتبقي مراتي يا بت، واللي في بطنك ده ابني. لكن بعد 18 سنة مراته اللي بقت مذيعة الأصيلة الحنينة قررت انها تسيبه وتتطلق منه. طبعا هتسألوني ليه؟ اقول لكم هي عايزة تتطلق علشان دايونج بيشخر، وده طبعا تسيب. يعني ايه واحد يشخر وهو نايم في بيته؟ وراحت حكت الكلام ده لصاحبتها وقالت لها انها كمان فكرت تقتله وهو نايم وتخلص